بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد من أيامنا في اسكندرية وبالتحديد من محطة الرمل. شايفين طبعا حضراتكم أنا كده في محطة الرمل على طريق الكورنيش، في ظهري بقى البحر، وطبعا قدامي كده المباني التاريخية، المباني القديمة جدا اللي موجودة في محطة الرمل. شايفين طبعا كده هو ده طريق الكورنيش، والعربيات اللي قدامنا دي اللي جاية من اتجاه العصافرة والمندرة وابو قير والمعمورة. خليني اقول لحضراتكم ان زي ما بوريكم الحاجات الحلوة اللي موجودة في اسكندرية وبوريكم المشروعات الجديدة اللي بتتعمل، وكلنا بنبقى فرحانين جدا، ولكن طبعا اي حاجة مش حلوة في اسكندرية برضو هفضل وراها لحد ما تتغير. خليني اقول لحضراتكم ان اللي احنا شايفينه ده شكل المية قدام محطة الرمل بالظبط يا جماعة. ده شكل المية بتاعة البحر. خليني اقول لحضراتكم طبعا اهو كده احنا على طريق الكورنيش، قدامنا كده على طول ايه المنشية والمبنى الكبير بتاع المنشية، ودي كده ايه محطة الرمل، وده طريق الكورنيش. يعني بمعنى اصح انا عايز اوصل لحضراتكم ان هنا ده مش شاطئ. خلينا نقول لو في ناس مثلا بتنزل هنقول زي شاطئ ميامي زي ما صورناه، وزي شاطئ كمان كان البوريفاج، ولكن ليه شكل المية يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت وهنا مفيش شاطئ؟ فده بالنسبة لي ملوش غير تفسير وحيد، ان كل الناس اللي بتقعد فوق هنا بترمي المخلفات بتاعتها في المية زي ما احنا شايفين. طبعا هتمشى كده على البلوكات عشان اقرب اكتر. شايفين طبعا ما بين البلوكات كمية كبيرة جدا من القمامة. هنتمشى اكتر كده. شايفين الحاج الراجل الجميل اللي قدامنا ده قاعد بيصطاد. طبعا يعني المنطقة هنا ممكن حضرتك تيجي تصطاد فيها، جميلة جدا في الصيد، ولكن طبعا المنظر لا يسر عدو ولا حبيب. بجد المنظر محزن جدا 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 اللي احنا شايفينه ده يا جماعة. بجد ما ينفعش شواطئ اسكندرية تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا في ناس كتير بترجع تقولك اسكندرية، واسكندرية البحر فيها مش كويس وانا هطلع مطروح. خليني اقول لحضرتك ان الناس اللي بتعمل كده لو راحت مطروح ولو راحت الساحل هتخلي المية هناك برضو اكتر من اللي احنا شايفينه دوت. طبعا انا بعمل الفيديو ده وانا حزين جدا على الوضع اللي احنا وصلنا له، على الوضع اللي المنطقة بتاعت محطة الرمل فيه دلوقتي. شايفين كمية كبيرة جدا من اكياس الشيبسي ومن الازايز ومن الاخشاب، حاجات غريبة جدا مرمية في المية. فانا عايز حد يرد عليا يقول لي ده يرضي مين؟ ليه انت استفدت ايه من اللي انت عملته دوت؟ ليه تقعد وبعد ما تخلص تاخد الحاجة اللي في ايدك وترميها في المية؟ طبعا احنا عايشين 365 يوم في السنة في اسكندرية، طول ايام فصل الشتاء والربيع بنيجي هنا مش بنشوف المناظر اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. هتقولي انت تقصد مين من كلامك؟ هقولك اقصد الناس اللي بتيجي اسكندرية. الناس يا جماعة بجد ما بتحافظش على نظافة المكان. ما ينفعش يا جماعة نشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده. بجد المنظر محزن جدا جدا جدا. انا طبعا هتمشى تاني على البلوكات وهوري حضراتكم كل حاجة طبعا في خلال الفيديو، عشان في ناس بتقولي انت بتحاول تجمل صورة اسكندرية، ولكن انا طبعا زي ما بقول لحضراتكم والله انا مفيش والله العظيم اي استفادة من اني بحاول اوريك الحاجات الحلوة اللي بتتعمل في اسكندرية. يعني انا اول ما حصل لي تجربة مش كويسة في العربية المشروع، نقلت طبعا تجربتي لحضراتكم. اتمنى طبعا تشوفوا الفيديو موجود على القناة. دي كانت تجربة برضو سيئة جدا في العربيات الميكروباص او المشروع زي ما احنا بنسميها في اسكندرية، واستغلال السواقين. طبعا اتمنى تشوفوا الفيديو دلوقتي. خليني اقول لك زي ما احنا موجودين اهو في محطة الرمل، بحاول كده طبعا اقرب عشان طبعا نشوف المنظر عن قرب. طبعا شايفين ايه ده يا جماعة؟ بالله عليكم انا بستحلفكم بالله، المنظر اللي احنا شايفينه في المية ده هل ده يرضي حد؟ مين المسؤول طبعا عن اللي احنا شايفينه ده؟ وما تقنعنيش طبعا ان حد هيعرف ينظف الكميات اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. خلاص طبعا الوضع والله العظيم المحافظة مهما هتعمل، يعني مهما هنعمل الناس هنا اللي في اسكندرية والمحافظة مهما هتعمل هيفضل الموضوع زي ما هو، لان دي طبعا سلوكيات اي حد بيبقى جاي مش بيبقى فارق معاه. بيجي طبعا خصوصا رحلات اليوم الواحد، بيجي يقضي اليوم وبيمشي مش فارق معاه بقى اللي احنا بنشوفه او اللي احنا بنعانيه بعد طبعا ما سيادته يمشي. هتقول لي ما في ناس كتير من اسكندرية ممكن تعمل كده. هقول لحضرتك ايوه عارف ان في ناس كتير ممكن تكون كمان بتعمل كده واكتر من كده، ولكن احنا طول فصل الشتاء يا جماعة
طول ما اسكندرية بتبقى فاضية بقى او موجود فيها اهلها بس بنشوف مناظر زي دي، بس مش بالدرجة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. فده طبعا نداء مني لأي حد يا جماعة جاي يصيف في اسكندرية، حضرتك جاي من أي مكان، استحلفكم بالله تحاولوا تحافظوا على نظافة المدينة. مش عايزين نشوف اللي احنا شايفينه قدامنا دوت. طبعا لو حضرتك اول مرة تشوف قناتنا والفيديو عجبك، ما تنساش طبعا اول حاجة لايك للفيديو، تاني حاجة مستني رأي حضرتك في التعليقات، تالت حاجة بقى ما تنساش سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. طبعا قناتنا هي المرجع الاول لاسكندرية، بنحاول كل يوم نغطي كل اللي بيحصل في اسكندرية، بنحاول نبين المشروعات الجميلة اللي بتتعمل. ولو حضرتك عندك اي مكان في اسكندرية او اي فكرة وحابب ان احنا نصورها لك، مفيش مشكلة. شايفين يا جماعة بالله عليكم، شايفين المنظر؟ الناس بتاكل طبعا وترمي تحتيها، شايفين منظر؟ انا واقف اهو باين هنا في الفيديو وانا بصور لحضراتكم. طبعا نطيت عشان انزل على البلوكات اللي قدامنا ديت واعرف اصور الفيديو اللي حضراتكم شايفينه. كميات طبعا كبيرة جدا من العلب ومن الكياس، خصوصا اكياس الشيبسي. معرفش ايه موضوع اكياس الشيبسي اللي الناس بتاكلها كتير وبترميها، وكياس اكل زي ما احنا شايفين، وكنزات وعلب عصير. كل ده طبعا لو جت موجة عالية بتاخد كل الزبالة دي بتنزلها طبعا في المية، وبالتالي بنشوف المنظر اللي احنا شايفينه في المية. بجد يا جماعة البحر ده نعمة كبيرة من ربنا، طبعا نتمنى ان احنا نحافظ عليها. مش عايزين نشوف المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده كده اهو. انا طلعت اهو فوق البلوكات، مش عايزين بقى نشوف المنظر اللي احنا بنشوفه ده تاني يا جماعة. عايزين شكل البحر. شايفين؟ خش كده 10 متر جوه المية واتفرج على لون البحر عامل ازاي. لون المية بقى بره اتغير طبعا بسبب الحاجات اللي بتترمي فيها، ولكن بص على جمال البحر جوه عامل ازاي. شايفين دي شكل المباني اللي على الطريق بتاع الكورنيش على شمالنا اهو بالظبط، دي المنشية، المبنى الكبير ده. وعلى ايدينا اليمين هنتجه اتجاه بحري والانفوشي بقى وجلاتي عزة والشيخ وفيق. طبعا يا جماعة الفيديو ده مش الهدف منه ان انا اقول لك اسكندرية البحر فيها مش حلو، لا، الهدف من الفيديو اني بحاول اوصل لك طبعا كل حاجة بتحصل في اسكندرية، سواء حاجة حلوة او وحشة. شايفين القلعة في وشنا، ولكن طبعا اسكندرية بتستعد طول السنة وبنفضل مستعدين لاستقبال المصيفين. تنورونا طبعا، دي حاجة طبعا ما نقدرش نتكلم فيها، تيجوا ونشيلكوا فوق راسنا. ولكن رسالتنا لحضراتكم رجاء طبعا المحافظة على نظافة المدينة بالله عليكم. طبعا احنا بنروح بنصيف، بنروح مطروح، بنروح الساحل، بنطلع بره اسكندرية حتى زيارات في محافظات تانية، بنروح القاهرة، بنروح محافظات تانية. ولكن طبعا اي محافظة بنروحها بنتعامل معاها على ان هي محافظتنا، بنحاول نحافظ عليها. والرسالة برضو يا جماعة حتى لأهل اسكندرية اللي يروح أي مكان في اسكندرية يا جماعة، بالله عليكم فصل الصيف طبعا عارفين إن بيبقى فيه زحمة خصوصا على خط الكورنيش، وبالتالي نحاول كلنا نشيل بعض ونحاول طبعا نكون مساعدين لأي حد يطلب مننا المساعدة. أي حد جاي من بره اسكندرية يا جماعة ما نتأخرش عليه طبعا بمعلومة، ونحاول نساعده على قد ما نقدر. نتمنى ما نكونش طولنا عليكم في الفيديو، هتوحشوني طبعا من هنا للفيديو اللي جاي. هنفضل متابعين كل حاجة بتحصل في اسكندرية، كل مشروعات اسكندرية القومية، كل مشروعات اسكندرية الجديدة. ولو في حاجة سلبية برضو هنوصلها لحضراتكم بكل صدق. هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.